بيبدأ الفيلم ببنت اسمها مالينا واللي بتشتغل طبيبة. لما بتفتح عينيها وتيجي تقوم بتلاقي راسها اتخبطت في حاجة، وبتكتشف انها جوه شنطة عربية وباب الشنطة مفتوح نص فتحة. وبتحاول تطلع من العربية لكن بتكتشف ان رجليها ما بتتحركش ومش حاسة بيهم. وبتشوف جنب العربية كيس زبالة كبير، وبتسمع صوت رنة تليفونها، وبتكتشف ان جوه كيس الزبالة. وبتشوف راجل بيقرب من العربية، فبتحاول تطلع الموبايل بسرعة وبتنجح الحمد لله. وبيقرب الراجل فبتعمل نفسها مغمى عليها تاني وهي مخبية التليفون، فبيطمن وبيقفل الباب عليها بعد ما بياخد بق من ازازة الخمرة وبيرميها جنبها، وبيركب العربية وبينطلق. وبتحاول مارينا تتصل بحبيبها اينو لكن ما بيردش عليها، وبتحاول بكل قوتها تفتح باب العربية بايديها لكن بتفشل طبعا. وبتلاقي تليفونها بيرن، وبتلاقيها اختها منى واللي واضح انها رغاية، وبتفضل تتكلم ومبتديش فرصة لمارينا تقولها على المصيبة اللي هي فيها. وبتنجح اخيرا تقولها انها مخطوفة جوه شنطة عربية، وان صديقها اينو كمان ما تعرفش عنه حاجة، وبتطلب منها تبلغ الشرطة. ومنى مش بتصدقها وبتقولها ان هزارها سخيف جدا، وبتكمل طلب اوردر البيتزا والبطاطس اللي بتطلبه، وبتسيب الخط مفتوح. ولما بترجع بترد عليها وبتقولها انها كانت فاكرة انها متصلة علشان تهنيها على حملها بعد ما بعتت لها صورة الجنين، وانها مصدومة فيها وفي عدم نضجها علشان هربت مع صاحبها اينو غريب الاطوار. وبتقعد تكمل بقى في الكلام ده، فبتقفل مالينا التليفون في وشها وهي بتصرخ فيها اخرسي بقى. وبتحاول مالينا تتصل بالشرطة لكن بتفشل، وبتبص على بطارية تليفونها بتلاقيها 76%، فبتحاول تحافظ على البطارية وتقلل إضاءة التليفون. بتشغل مالينا كشاف بقى التليفون وبتبص على رجليها، وبتطمن ان رجليها ما فيهاش جروح ولا كسور، وان ده تأثير مادة موقفة رجليها مش اكتر. وبتقفل الكشاف، وهنا بتبص كمان على وشم محطوط على ايديها وبتلمسه كذا مرة، واضح انها اول مرة تشوفه على جسمها. وبتلاقي حاجة بتنور فوقيها، وبتطلع الكاميرا اللي كانت بتصور بيها كل الاحداث الاخيرة مع صديقها اينو ورحلتهم مع بعض. وبتقعد تسترجع الذكريات، وبعدين بتكتشف ان الكاميرا صورت الجاني وهو بيتهجم عليها هي وخطيبها، وبيجبرها تشرب حاجة قبل ما تفقد الوعي. لكن الكاميرا بتكمل تصوير ووشه بيكون ظاهر قوي، فبتصور وشه من قريب بالتليفون. وبتجيلها رسالة من اختها منى بعتلها فيها نصايح عن كيفية الخروج من صندوق سيارة مقفول، وهي بتتريق عليها وبتقولها حظ سعيد. وبتشتم اختها طبعا شتايم مش كويسة وليها حق طبعا، وبتبعت لها اللوكيشن اللي هي فيه، وبتقولها يا بنتي انا مخطوفة بجد، كلمي البوليس. وبتاخد نفس وتفكر انها تشوف موضوع النصايح ده بجد، يمكن تعرف تفتح شنطة العربية. وفعلا بتحاول لكن مفيش فايدة، وبيجيلها تليفون من الشرطة اللي تسجل عندهم رقمها لما حاولت تتصل أول مرة. وفي نفس الوقت بيجيلها تليفون من باباها، فبترد على الشرطة الأول واللي بيسألوها إذا كانت شاربة حاجة أو واخدة حاجة. المهم الشرطة أخيرا بتصدقها وبتبدأ تتعامل معاها الشرطية إليزا، وبتهديها وبتوعدها إنها هتساعدها وهتفضل على تواصل معاها علشان تحدد موقعها. وبتبدأ تحكي لها إنها كانت في رحلة مع حبيبها وحاولوا يوقفوا عربية علشان توصلهم، وبتوصف العربية وإن السواق هو اللي خاطفها وإنها معاها صورته. لكن بابا مالينا بيتصل بيها، فبتسيب إليزا على الخط وبترد عليه، وبتلاقيه بيقول لها إنها لازم تبطل تصرفات المراهقين بتاعتها، وإن دي لعبة منها علشان يصرف عليها وعلى صاحبها إينو اللي هربت معاه. المهم بتفتكر مالينا إن أختها منى هي اللي قالت لباباهم، لكن بتعرف من باباها إن في ناس اتصلت بيه عاوزين فدية وإلا هينهوا على حياتها. ولما بيتأكد من إن بنته فعلا مخطوفة بيقول لها إنهم أكيد آل جابرييل اللي في بينهم عداوة، وبيقول لها إنهم كل اللي يهمهم الفلوس، وبيطلب منها ما تتصلش بالشرطة لأنهم لو مراقبين التليفونات هيعرفوا وهيخلصوا عليها. وبتبعت له صورة الخاطف اللي خدتها بالتليفون، وبتقفل مارينا الخط مع أبوها ومع الشرطة، وبتحاول تهدى شوية. لكن تهدى فين؟ بتكتشف إن جنبها الشمال مفتوح بجرح كبير وعميق، وكطبيبة بتبدأ تتعامل مع المتاح، وبتاخد ولاعة من جوه العربية وإزازة الخمرة اللي رماها جنبها الخاطف، وبتطهر الجرح وبتبدأ تخيطه باستخدام رباط الكوتش بتاعها وفردة الحلق. وبتخلص مارينا العملية بتاعتها وبتسمع الخاطف بيتكلم في التليفون، وبتعرف إنهم خدوا كليتها الشمال وإن قدامه ساعة ويوصل لناس علشان يشوفوا هياخدوا منها إيه تاني. فبتبص على الساعة وبتبص على الوشمياه، وبترجع مارينا تكلم الشرطية إليزا وبتعرف منها إن أبوها كلمهم، وبتعرفها مارينا إن عنده صورة الخاطف. وبتكون هنا العربية فرملت فجأة، وبتقدر تعرف من الصوت إنهم في محطة بنزين،
وهنا بتطلب منها الشرطية تستغيث وتصرخ أول ما تلاقي الخاطف بيتكلم مع حد علشان يحاسب على البنزين. وفعلا مالينا ما بتكدبش خبر وبترقع بالصوت وبتنادي على حد يلحقها ويخرجها من شنطة العربية، وإليزا بتشجعها في التليفون وبتقول لها صوتي كمان يا شابة. وأخيرا بتتفتح شنطة العربية، لكن بتتفاجئ مالينا إن الخاطف هو اللي بيفتح الباب وبيقول لها بكل برود انت ازاي صاحية يا بنتي، نامي واهدي علشان ما بحبش الدوشة وانا سايق. وبترد عليه مالينا بنفس البرود وبتقوله طب ما تطلعني من العربية وترتاح من صوتي ودوشتي. وبتكون مالينا فاتحة مكبر الصوت في التليفون علشان الشرطة تسمعهم، لكن إليزا بتتغابى وبتتكلم بصوت عالي، فمالينا بترقع بالصوت تاني علشان تغلوش على صوت إليزا. وبيقوم الخاطف شادد ايد مالينا وبيقول لها بص يا ست البنات، الوشم اللي على ايدك ده معناه اني لازم اسلمك حية، علشان كده مش هخلص عليكي، بس ساعديني بقى علشان ما كسرش الاوامر دي لو ضايقتيني. وبيقفل عليها الباب تاني وبترجع تصوت تاني، وبيقوم الخاطف مديها واحدة فرامل تدحرجها جوه شنطة العربية وهو مشغل مزيكا بصوت عالي جدا. وفي وسط كل ده بيجي لها رسالة من حبيبها اينو اللي بيقول لها فيها خليكي قوية، وبتعرف منه ان هو كمان مخطوف. وبتتصل بالشرطية إليزا وبتعرفها ان اينو عايش وانهم خاطفينه هو كمان. وبتكون الشرطة عرفت من الكاميرات في محطة الوقود ان السواق معاه حد تاني راكب قدام في العربية، وبتطلب مالينا من الشرطة تتعرف على الخاطف. فبتقول لها إليزا ان ابوها اتعرف عليه وانه شافه عنده في المستشفى من كام يوم، وبتعرف كمان ان ابوها رافض يدفع الفدية لحد ما يتأكدوا اذا كانوا هم آل جابرييل اللي ورا خطف بنته ولا لا، وان الشرطة فعلا بيحاولوا يتأكدوا من ده. وطبعا مالينا بتكره باباها في اللحظة دي، لكن هتكتشف بعدين انها غلطانة. وبتسألها إليسا عن آل جابرييل، فبتقولها انها كانت عملت عملية لبنتهم من فترة وتسببت في انهاء حياتها، وان من ساعتها وهم بيهددوها وبيبتزوها هي وابوها علشان ما يضيعوش سمعتها المهنية ويفضحوها، وانها بسببهم كانت قررت تسيب مهنة الطب خالص لولا حبيبها اينو اللي كان بيشجعها وبيقول لها انها طبيبة شاطرة. مالينا بتنهار وهي بتحكي عن عقدتها كطبيبة وعن حبيبها اينو، وقد ايه محدش من اهلها مقدر انها لقت فيه الامان والحب اللي انقذها من اكتئابها وما تقدرش تعيش من غيره، وان كلهم معارضين علاقتها بيه. وبتحاول إليزا تهديها وبتقفل مالينا الخط وبتحاول تشوف طريقة تفتح بيها باب شنطة العربية، وفعلا بتفتح باب في شنطة العربية من تحت، لكن اتجاه فتح الباب مش بيخليها شايفة فيه ايه جوه. المهم بتنجح توصل لعصاية حديد صغيرة وبتبدأ تكسر بيها كشاف النور بتاع العربية، والخاطف بيصرخ من قدام وبيقول لها اسكتي، لكن هي بتكمل وبتشتم وبتحاول تنده على العربية اللي وراهم وبتطلب المساعدة، لكن الخاطف بيرجع بظهر العربية وبيخبط الراجل أول ما ينزل من عربيته ويقرب منهم. الخاطف بقى بيقول ما بدهاش وبيطلع بالعربية بأقصى سرعة وبيديها بقى شوية مطاردات وسير عكس الاتجاه، وهي بتتدحرج يا حرام جوه شنطة العربية. المهم العربية بتهدي وبتلاقي باباها بيتصل بيها، لكن ما بتقدرش تستقبل المكالمة، فبتحاول تتصل بالشرطة لكن بيجيلها الرد ان الرقم ده غير صحيح. وبتوصل لها في اللحظة دي رسالة على الموبايل بانها دخلت حدود دولة التشيك، وبتاخد مالينا الصدمة وبتسترخي في استسلام. وبعدين بتجيلها مكالمة من الشرطية إليزا وبتعرف منها ان الشرطة راقبت المطاردة وبتحاول تتفق مع شرطة الحدود في التشيك علشان يوقفوا العربية، لكن للأسف ما قدروش يعرفوا رقم العربية لحد دلوقتي، ولا باباها راضي يدفع الفدية ولا وصلوا المكان اينو. وبتتعصب مالينا وبتخبط الكشاف اللي كسرته فبيتكسر منه حتة مراية، وبتجيلها الفكرة وبتبدأ تخرج المراية من الفتحة اللي عملتها علشان تجيب رقم لوحة العربية، وفعلا بتنجح. وبيرن التليفون فبترد بسرعة وبتقول لليزا على رقم العربية، لكن بتكتشف ان اللي كان بيتصل هو اينو، وبتدور بينهم مكالمة بتعرف منها انه مخطوف ومصاب، وبتعرف ان ابوها معاهم على المكالمة وبيطلب منه اينو يدفع الفدية علشان ينقذهم هو وبنته. وبتسمع مارينا اصوات الشارع حواليها في التليفون، فبتعرف ان اينو هو الشخص التاني اللي قاعد جنب السواق، وبيجيلها صوت إليزا وهي بتبشرها ان ابوها اقتنع ودفع الفدية، لكن الخاطفين ما عملوش اي رد فعل. وبتطلب منها إليزا انها تستنى لما يمروا بالحواجز اللي حطها الشرطة وهي هتتدخل، لكن مارينا بيكون ليها رأي تاني لانها خايفة على حبيبها اللي قاعد قدام مع الخاطف لو الشرطة ظهرت او اتدخلت، فبتنكر انها عرفت رقم لوحة العربية عن إليزا،
وبابا مالينا بيبعت لها رسالة صوتية بيقول لها إنه دفع الفدية، وإنه بس كان عاوز يتأكد إذا كانوا آل جابرييل هم اللي خاطفينها ولا لأ، لأنه سبق ودفع لهم أموال كتيرة جدا علشان يسقطوا الدعوة، وفي كل مرة بياخدوا الفلوس وما بيعملوش حاجة وما بيلتزموش بالاتفاق. وبتعرف إنه خايف عليها وعلى مستقبلها المهني، ومش ممكن يخلي حد يشوه سمعتها، وإنه كان رافض يدفع الفدية لو عرف إن الخاطف هو آل جابرييل، لأنهم بكده هيفضلوا محافظين على حياتها. وبتقف العربية في نقطة تفتيش، وبتشوف الشرطية بتقرب من العربية، وفي نفس اللحظة بتجيلها رسالة من حبيبها بيقول لها تفضل هادية علشان ما يخلصوش عليهم هما الاتنين لو الشرطة اتدخلت. وبتعدي العربية من نقطة التفتيش بمنتهى البساطة، وبعدين بيجيلها إنذار إن بطارية الموبايل قربت تفضى، فبتبدأ تقفل كل التطبيقات اللي فتحاها علشان توفر استهلاك الطاقة. المهم وهي بتقفل التطبيقات بتشوف الصورة اللي خدتها لوش الخاطف، وبتعمل لها زوم، وبتلاحظ حاجة غريبة ورا الخاطف، فبتحاول بكل قوتها توصل للكاميرا وتقرب الصورة. بتلاقي إينو حبيبها كان واقف مع الخاطف، وبيجيلها اتصال من الشرطة وبتقول لها إنهم خلاص ورا العربية وهيوصلوا لها في خلال دقيقتين. لكن مالينا بيكون كل همها تعرف رقم التليفون اللي بعت رسالة طلب الفدية لأبوها، وللأسف بتتأكد إنه رقم حبيبها إينو. وبتدخل مالينا في حالة هستيريا بين الضحك والدموع بعد صدمتها في حبيبها، وفجأة بتسمع صوت مية، وبتعرف إنهم طلعوا على سطح باخرة هتعديهم بحيرة، والشرطة للأسف ملحقتهمش وهيضطروا يلفوا حوالين البحيرة. وبتقول لها إليزا إنها مش هتتخلى عنها، لكن مالينا بتقول لها إنها ما بقتش بتثق في حد. وبتفضل مالينا مش مصدقة اللي عرفته عن حبيبها، فبتبعت له رسالة تطلب منه فيها يقول لها الحقيقة، فبيتصل بيها وبتدور بينهم مكالمة بتفهم منها إنه متورط مع العصابة، وإن كل ده ما كانش المفروض يحصل، وإنه مؤمن بيها كطبيبة وحبها بجد، لكن غصب عنه اتفق مع العصابة إنهم ياخدوا كليتها علشان يسدد ديونه. وبتطلب منه مالينا يحاول يخرجها مقابل ما تخلي باباها يتنازل له عن ثروته ويسدد بيها ديونه، وإنها ساعتها هتسامحه. وبيرفض وبيقول لها إن تسليمها هو فرصته الوحيدة للنجاة بروحه. وبتبدأ مالينا في التفكير في حيلة تنقذ بيها نفسها، فبتبعت لإينو صورة جنين أختها منى، وبتقوله إن ده ابنهم وإنها حامل، وإنه لو سابها هيكون بيتخلص من ابنه معاها. وبيقفل معاها إينو وبيحاول يقنع الخاطف بإنه يسيبها مقابل ثروة أبوها كلها، لكن الخاطف بيرفض وبيقوله إن الأمر اتحسم، وكمان البنت شافت وشه. وبيحاول إينو يتوسل له ويترجاه لكن بدون أي نتيجة، وبيفكر إينو يهاجم الخاطف بالمسدس الموجود في العربية. وبتسمع مارينا صوت الرصاص، وفجأة بتقف العربية وبتتفتح باب الشنطة، وبتلاقي إينو قدامها. لسه هيبصوا لبعض ويعيطوا بقى أو حتى يتخانقوا، بتلاقي الخاطف ضرب إينو بالرصاص، وبعدين بيلاقيه لسه هيقعد يطلع في الروح، وهي بتبصله وهو بيبصلها، فبيروح شايله ورميه جنبها في الشنطة وبيقفل عليهم، وهو بيقول لهم خلصوا انتوا حواراتكم بقى مع بعض، رحلة سعيدة. وبتقعد بقى تحضنه وتقول له قول لي حاجة، أي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، لكنه طبعا واخد رصاصة في قلبه فما بيردش عليها. وبعدين بتفتكر انه خاين فبتقعد تضرب فيه، وهي بتقول له ليه عملت فينا كده، وبتلاقي انه كان شايل سكينة في جيبه، وبتقلع خاتم الخطوبة بتاعها وبترميه، فبتلاحظ انه نزل في الشارع، فبتقرر تفتح الباب اللي في شنطة العربية من تحت وتكسره باستخدام السكينة اللي لقيتها في جيب إينو، وفعلا بتنجح. وبتفكر تعمل حاجة لكن بتقرر تسجل فيديو لعيلتها وتعترف لهم فيها ان اختياراتها كانت غلط، وانها كانت ضعيفة ومش حاسة بقيمة نفسها. وما بتنساش تقول للشرطية إليز انها عملت كل اللي عليها وان اللي حصل مش ذنبها. وبتسيب الكاميرا في العربية وبتطلع ايديها من فتحة في اسفل العربية وهي ماسكة العصاية الحديد، وبتعد 1 2 3 وبتدخلها في عجلة العربية الخلفية، والعربية ماشية بأقصى سرعة، معتقدة ان العربية هتتقلب وهتتخلص من حياتها وتاخد الخاطف معاها. لكن العربية بتتقلب في البحيرة، فبتكتشف ان لسه عندها فرصة للنجاة، وبتقرر ان مصيرها مش هيرتبط بمصير هؤلاء الأوغاد. وبتكسر شنطة العربية وبتخرج للعربية نفسها، ومنها بتعوم للسطح. وبينتهي الفيلم بالكاميرا اللي وقعت في الطريق أثناء الحادث الأخير واللي فيها كل ذكرياتها مع المجرم، وبتلاقي الكاميرا نفس مصيره. وكالعادة عزيزي المشاهد بتوصل الشرطة بعد ما البطلة بتكون عملت كل حاجة، لأن في الحقيقة هي والموبايل كانوا الأبطال الحقيقيين.